بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنكمل الكلام عن الحج. في السلسلة اللي احنا عاملينها احنا خلصنا الحمد لله، خلصنا فضل الحج وشروط الحج ومواقيت الحج. هنبتدي نتكلم برضو بشكل مبسط بالتفصيل النهاردة عن مناسك الحج او انواع النسك. طيب، ربنا يسر على عباده ان هو شرع لهم فريضة الحج على ثلاث صور اللي هم اللي بنسميها الانساك، رفقا بهم عشان ودفعا للحرج عنهم، واسمها الانساك الثلاثة، وهم ايه؟ هو التمتع والقران والافراط. طيب، هنتكلم قبل ما نفصل كل حاجة فيها. هنقول بشكل عام ان يجوز الاحرام باي نوع من هذه الانساك الثلاثة، لقول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بالحج ومنا من اهل بالعمرة ومنا من اهل بالحج والعمرة. طيب، هنتكلم عن نسك. طيب، أفضل هذه الأنواع هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا أحللت. فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الحل إلا سوق الهدي. ولأن التمتع ده أيسر على الحاج، حيث يتمتع بالتحلل بين الحج والعمرة، ما يفضلش على إحرامه فترة طويلة. فده بالنسبة لي أيسر. إن أنا مثلا لو عملت عمرة مثلا في 5 ذي الحجة، مش هقعد ل5 لغاية بقى التحلل الأصغر ساعة رمي العقبة، كل ده محرم. لا، هعمل عمرتي واتحلل عادي جدا، ويوم 8 ارجع تاني على احرامي. وهنقول ده بالتفصيل في السلسلة دي، احنا شرحناها قبل كده في فيديو مجمع مبسط لمناسك الحج كلها بشكل عام، انما احنا هنفصل مسألة المسألة للي حابب يعني ايه يستفيد من الموضوع. طيب، قلنا ان التمتع ايسر على الحج لانه بيتحلل ما بين الحج والعمرة، وده موافق لقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب، تعالى نشوف بقى كل نسك من الأنساك الثلاثة دي صفته ايه، يعني ازاي. طيب، صفة التمتع يعني ان يحرم المحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، تمام، ثم يفرغ منها، يعني يتحلل ويحل من إحرامه، ثم يحرم بالحج من في نفس العام من المكان اللي هو فيه. يعني ايه؟ يعني انا رحت دلوقتي في اشهر الحج، احنا اتفقنا ان اشهر الحج في المواقيت الزمنيه هي ايه؟ هي شوال، ذي القعده، العشرة الاولانيين من ذي الحجه. انا ممكن في شوال في اشهر الحج اروح اعمل عمره، تمام، واتحلل منها، وبعد كده لما يجي وقت الحج اقوم يعني حرمه تاني من الحج، حرمه تاني بالحج، تمام. يعني هعمل عمرة كاملة واتحلل من احرامي واحرم بعد كده ايه للحج، وهنفصل بقى صفاتها بالتفصيل بعد كده، بس ده صفة التمتع. طيب، صفة القران يعني ايه؟ ان انا بحرم بالعمرة والحج مع بعض، يعني احرم بالعمرة اولا، وبعدين ادخل ثم يدخل في الحج باحرام واحد. إيه، فاهميني؟ يعني انا بحرم بالعمرة والحج مع بعض باحرام واحد، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. فإذا وصل إلى مكة هنطوف طواف القدوم ونسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج في سعي واحد، لأن خلي بالكم المتمتع ده وهنجيلها بالتفصيل عليه واجب عليه السعي بعد طواف الإفاضة، واجب عليه السعي. إنما المقرن هو بيحج بيقرن، اللي هو اسمه مقرن عشان هو بيقرن أعمال الحج بأعمال العمرة، فهو بيسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج في سعي واحد، وبيفضل على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد اللي هو يوم 10 ذي الحجة. طيب، وجائز ليه ان هو يأخر السعي اللي هو من يعني انا بسعى طواف القدوم واخر السعي اللي بعد طواف الافاضه. لو انا اخرت السعي يبقى يجب عليا بعد طواف الافاضه ان انا اسعى، لو سعيت في الاول يبقى ما علياش سعي، ما وجبش عليا السعي، انما هو واجب في حق المتمتع لانه هو عمل عمره وايه وتحلل منها. طيب، صفه الافراد هو انا بحرم بالحج مفردا، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، هيطيف القدوم عادي ويسعى للحج ويستمر على إحرامه حتى يتحلل منه يوم العيد اللي هو يوم عرفة. وبرضه يجوز ليه إن هو يأخر السعي ما بعد طواف الحج زي القارن، بس هيكون في حقه الطواف، لازم يعني يجب عليه الطواف،
انما هو لو قدم السعي ما عليهوش طواف تاني بعد طواف الافاضه. طيب، وبهذا يبين لنا ان المفرد والقارن سواء الا ان القارن عليه هدي. يعني المفرد زي القارن، بس القارن عليه هدي لحصول ان السكين له دون المفرد، عشان هو جمع ما بين العمره والحج. وطبعا المتمتع عليه حج لان هو عمل عمره وعمل حج، برضو عليه هدي. يبقى التمتع عليه هدي، القران عليه هدي، الافراد ما عليهوش هدي. التمتع السعي ما بين الصفا والمروه بعد طواف الافاضه عليه واجب. القران لو كان سعى قبل كده مع طواف القدوم ما عليهوش تاني سعي، الا لو هو ما سعاش لما راح طواف مكه، ما سعاش بعد طواف القدوم فيجب عليه السعي. نفس الحكايه بالافراد، لو هو ما عملش السعي بعد طواف القدوم يبقى هو يجب عليه السعي. طيب، مين ما كانش معاه مثلا متيسر معاه ان هو يدفع فلوس او معهوش فلوس الهدي، هل يعمل ايه؟ يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع من مكة، يعني تلك 10 كاملة. تمام، هنتكلم برضو على ده بالتفصيل، بس ده يعني شرح كده ايه مجمل للأول للنسك. يبقى اللي مش هيقدر على الهدي ومعهوش فلوس، مش عايز يدفع. في فرق بين ان هو مش ما عندوش القدرة المالية ان هو يسوق الهدي، وفي فرق بين ان هو معاه فلوس بس يعني ايه، يعني حاشا لله مش هنقول مستخسر، بس يعني ما مش عايز يدفع اقول اصوم، لا ما ينفعش. هو الصيام بس للي مش قادر يدفع. 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. والقول في ده اللي هو وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني يذبح هدي. فمن لم يجد أو لا معاه فلوس أو ما وجدش هدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ده بالنسبة لأنواع النسك. إن شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن أركان الحج بالتفصيل. أنا مش عايز أطول عليكم، عايز أعملها سلسلة خفيفة بحيث إن ما يعني المعلومات تبقى بسيطة وسهلة. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.